لدينا أخبار مثيرة لنشاركها معكم. يسعدنا أن نعلن عن انضمام الممثل المحبوب جوركان آيغون المعروف بشخصية ميماتي باش بطل مسلسل وادي الذئاب إلى طاقم عمل مسلسل تلفزيوني جديد، وهو بعنوان النجوم بعيدة عني. هو من بطولة الممثل فوركان أنديش والممثلة بروجو كيراتلي. المسلسل من إنتاج شركة بورتري ميديا، وسيعرض على قناة RTV التركية. المسلسل جديد من نوعه، وهو جريمة وغموض، وسيكون من كتابة أرجان أورغو الذي كتب مسلسلات رائعة مثل مسلسل العهد والمرعشلي وبهزار ووجها لوجه، وهو من إخراج بهادير إنجي. ومن أهم أعماله أيضا هو مسلسل بوزكو والغراب. تدور قصة مسلسل النجوم بعيدة عني حول جريمة قتل غامضة، فبطل المسلسل روجزو يحلم بالزواج من حبيبة طفولته غونشي التي نشأ معها في نفس الحي، وسيقع ظل الانتقام على قصة حبهم. ستبدأ الأحداث بجريمة قتل غامضة. إيناتش سيجسد دور مراد الصديق المقرب لروزوجار. جوركان آيغون سيجسد دور يحيى الدميري والذي صنع لنفسه اسما في السجن، وسيكون له دورا فعالا في المسلسل التي يتضمن حروبا انتقامية. وبفضل مهاراته التمثيلية المذهلة وسحره الذي لا يمكن إنكاره، والذي استحوذ على قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم، من المؤكد أن إضافته إلى مسلسل النجوم بعيدة عني سيرفع بلا شك كل مشهد يظهر فيه. سيعرض مسلسل النجوم بعيدة عني يوم الأحد 31 ديسمبر بدلا من مسلسل القفص الذهبي الذي لم يحقق نسبة مشاهدة ضعيفة جدا. في النهاية، شكرا لك على المشاهدة، وتأكد من الاشتراك في قناتنا للحصول على المزيد من التحديثات الحصرية ولقطات من وراء الكواليس. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.